السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر دوجي أم بدر. معلش الدبانة دي رخمة قوي ومسكني من الصبح. المهم، النهاردة جاية أتكلم معاكم عن البلوجر هدير عبد الرازق. عايزه اقول لكم بس كده لفته كده او اسمها ايه، فلته لفته. المهم، هدير عبد الرازق دي ما يقال عنها بلوجر. انا مش فاهمه يعني ايه بلوجر اصلا. يعني هما الناس اللي على اليوتيوب وعندهم صفحات على التيك توك وعندهم صفحات على، المهم يعني بيقولوا عليها بلوجر. اخر حاجه شفتها للبلوجر دي كانت بتشتم وتهزق في واحده ست غلبانه بتبيع فسيخ، وكانت طالعه بتقول عليها انها الفسيخ بتاعها مدود وحاجات كتير كده. المهم، بتقطع في فروة الست اللي هي صاحبة محل الفسيخ دي علشان الناس ما تشتريش منها. دي مين؟ ده هدير عبد الرازق. طبعا قبل ما اتكلم واكمل في التفاصيل، انتوا عارفين ان انوش اللي هي الشهيرة اسمها نبوية، والشهيرة بالروتين اليومي اسمها انوش، دي اتقبض عليها بسبب تهمة انها خليعة والحركات اللي انتوا عارفينها دي. هتعرفوا على الفيسبوك، يعني انتوا عارفين. نرجع لهدير دي. عايزه اقول لكم ان هدير دي اللي هي هدير عبد الرازق، كل اللي هي بتعمله لا يقل اهميه عن اللي بتعمله انوش. يوميات انوش معناها ايه؟ يوميات انوش بتطلع بتفاصيل جسمها عريانه، شبه عريانة، وجوزها هو اللي بيصورها، او جوزها اللي كان طليقها. ولما ابتدت تكسب وتعري اكتر وتكسب دولارات اكتر، فطليقها رجع لها ورجع لها وبقى ركب قرنين تلاتة كده. المهم بقى هو اللي بيصورها، وهي بتقول في التحقيقات بتاعتها ان كانت بنتها ماتت، وبعد ما بنتها ماتت عمل مش عارفه ايه علاقه ده بده، وبعد ما بنتها ماتت عملت قناه على اليوتيوب. والناس قالت لها او جارتها قالت لها كل ما تعري اكتر هتكسبي اكتر، وكل ما تعلي تسخني اكتر الدولارات هتدخل عليكي اكتر واكتر. طبعا كل ده حصل في التحقيقات. فنرجع تاني لهدير عبد الرازق. ايه علاقتهم؟ الاتنين زي بعض، الاتنين لا يقلوا أهمية عن بعض. يوميات أنوش كانت بتعمل كده علشان لقمة العيش، بس عندكم هدير عبد الرازق. هدير عبد الرازق برضو لا تقل أهمية عن حنين حسام. يمكن حنين حسام لما قالت كلمتين وقالت أنا عايزة البنات تعمل بث مباشر ويكون في أوضة والنت يكون كويس ومش عارفة ايه، فحنين حسام اتضغط عليها واتلسعت يجي 3 سنين سجن واتحبست واتهانت. المهم، لسه حاجة ولسه البت اللي هي اسمها دي هدير عبد الرازق اللي تسمى بلوجر. شفت لها كده مقاطع كده، يعني مش كتير. هدير بتطلع بشكل غير لائق للبنت المصرية، تمام. وشفت لها فيديو مع امها ايه، حاطه لها 2 كيلو بويا كده وطلعها لك وبص تبوس ايد بنتها. ما هي بتدخلك الدولارات يا اختي. تبوس ايد بنتها وتقول ايه ده، دي البرنسيسة بتاعتنا، ادعوا لها ادعوا لها، دعوة تاخدك يا شيخة. المهم، هدير دي طالعة بشكل غير لائق للبنت المصرية دي. عايزة تعمل دعاية للبنات اللي هي بتاعت السيكو سيكو دي، ملهاش غير كده، شكلها بيقول كده. اولا شفت لها فيديو من فترة كبيرة لما كانت متجوزة الراجل بتاع الملهى الليلي، وكانت طالعه بتشرشح له على الفيسبوك ولا على المواقع السوشيال ميديا، وبتقول كان بيعمل وكان 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 وكان. اتاريها كانت متجوزاه علشان ماله وعلشان فلوسه، وكان هو فاتح مالها ليلي، وهو متجوزها عشان مزاجه. فلما خلاص اخد مزاجه منها فرماها. يعني هي بالظبط زي الكلبة الصغيرة اللي عندي جوه دي، بس الكلبة دي اشرف من اي حتة بصراحة لان هي لسه. المهم، هدير دي طالعه عماله تلطش في كل الناس، وكل الناس قاعده. يعني انا مش فاهمه، طالعه طالعه بتحارب واحده ست غلبانه علشان الفسيخ. ولما بتيجي تتكلم تقول لك اصل الناس التانية قالوا لي على التعليقات انها بتبعت لنا فسيخ مدود. فانا طلعت قلت للناس زي ما قلت لهم ان الفسيخ اللي هي بعتهولي حلو، طلعت قلت لهم ان الفسيخ اللي هي بتبعته للناس مدود. بتحاربي الولية وبعد كده تشتميها بابوها وامها وبتشتميها بشرفها.
يبقى انت بقى الست مش مظبوطه. هدير عبد الرازق لازم تتحاكم زيها، زي انوش وزي حنين حسام قبل كده، وزي سما المصري قبل كده. سما المصري برضو لما كانت بتعمل حاجات ومحتاجات على الصفحات بتاعتها فاتحاكمت. انا اعتقد لحد دلوقتي ما شفتش حاجه لسما المصري ولا كمان لحنين حسام. واعتقد كمان ان انوش دي اللي هي يوميات انوش المعروفه اتحبست. انا عارفة انها اخرتها سنة 2 3 وبعد كده هتدفع مبلغ مالي وهتطلع وتكمل المسيرة بتاعتها. بس اعتقد ان المسيرة بتاعتها هتكون هبطت شوية. وفاكرين برضو واحدة تانية كانت اسمها مسمية نفسها شيري هانم، برضو كانت طالعة بنفس الوسيلة كده، طالعة عري اكتر تكسبي اكتر، كل ما تقبحي اكتر تعلي اكتر. والنبي مش احنا ناس غلبانة عمالة تفحت وتنيل على عينها وتدور على المواضيع المهمة اللي تكلم بيها الناس؟ المهم، الحل الوحيد اللي انا رسيت عنه ان الناس دي لما بتيجي تدخل الحبس بتطلع تشتغل برضه وما شاء الله الدنيا تمام. الحل الوحيد ان لما حد من المشاهدين يدخلوا يشوفوا حاجة زي كده المفروض يعملوا لها يا ابلاغ يا اغضبني، لان اغضبني بتأذي الصفحة بتاعتها. لان طول ما انتوا بتشاهدوا الفيديو وشغال شغال شغال وتديوها تعليق سلبي او تعليق ايجابي برضو بيعلي من المشاهدة بتاعتها وبيعلي من انها بتقول ايه يعني الكلاب تعوي والقافلة تسير. قال احنا الكلاب اللي بتعوي وهي القافلة اللي بتسير. عايزة افهم لما تطلعي وتقولي انا بنظف وبعمل قهوة وبعمل معرفش ايه وتوطي وتزنقي المؤخرة في البوتاجاز، الكلام ده المفروض الستات او الرجالة اللي بتشاهدك بتستفاد ايه؟ انا اعتقد ان الستات الرجالة اللي هي هما اللي بيخشوا يشاهدوا لها ويبعتوا لها ورد ويبعتوا لها في تشكرات فلوس واعملوا لي معرفش ايه وبتدفعوا لي. عارفين عادل امام اللي بيقول لك الساعه ب5 جنيه والحسابه بتحسب، واخرتك في الاخر ايه؟ الحبس، يا اما الناس تشتمك ولو شافتك في الشارع هتحدفك بالطوب. يا جماعة هي انا الفيديو ده اخرته اللي انا بتكلم عنه ده ان الناس اللي بتشاهد ما تكملش مشاهدة للفيديوهات دي، لان انت كل ما تشاهدي فيديو عليه واحدة بتعمل روتين بتوطي وبتخشي تعملي لها تعليق او تشتميها او بتعلي من مقامها. يعني انا اعتقد ان دي خسارة فيهم التعليق، خسارة فيهم، لان كل ما تيجي تعملي لها تعليق بتشتمي فيها هي بتعلى اكتر، هي بتقبض من قفاكوا اكتر. ان في ناس تانية كتير بتستاهل انها الناس تدعمها اكتر من الناس دي، من الناس اللي بتعري نفسها وبتوطي عشان المسائل بتاعتها تظهر وبتعلي وبتضايق اكتر عشان كل حتة فيها تظهر. وكل الرجالة اكتر، لان المشاهدات الرجالة هم اكتر من الستات. الستات للاسف بتدخل تشاهد تشتمها وتطلع، والرجاله بتدخل يا اما بقى ورد يا اما بتدفع فلوس يا اما اكيد طبعا الرجاله اللي هي المهطوله اللي بيدفعوا فلوس. المهم، يعني ناس كتير وستات كتير طلعت بأدابها وباحترامها وكانت بتظهر ايديها، بس ايديها، وبتعمل مثلا حاجة تتشرب حاجة تتاكل وصفة كذا ده وصفة كذا وبتطلع كمان بوشها. وكانت ناس محترمة جدا وتشاهدت وكان عليها عندهم ملايين المشاهدات. يعني انا لو عدت لكم ناس كتير جدا معروفة يعني لا اله الا الله وبرضه نجحت. كل ما تعروا اكتر كل ما تتنيلوا اكتر وتكسبوا اكتر، وفي نظير الكلام ده كله هتتحبسوا وسوء سمعة وبهدلة وحاجات كده ملهاش اي 30 لازمة. يا جماعة بالله عليكم الناس دي بتعلى بمشاهداتكم، فلو صادفكم فيديو فبلاش تشاهدوه، اقلبوه، اعملوا له اغضبني، ما تعلقوش. تحياتي.